اكيد سمعت عن حالات الغرق اللي حصلت كتير جدا الفتره اللي فاتت، ربنا يرحمهم ويجعلهم من الشهداء. فعايزك تركز معايا لمده دقيقه واحده اعرفك تعمل ايه لو حد غرق قدامك وطلع تاني على الشط. تعالى معايا. اول واهم حاجه انك ما تنزلش الميه وراه عشان تحاول تنقذه، لانك لو شخص مش متدرب على الانقاذ بدل ما يكونوا ضحيه واحده هيكونوا اتنين. اول حاجه تعملها انك تكلم الاسعاف فورا وتدور على المنقذ الموجود على الشط. تاني حاجه بعد ما الشخص يطلع على الشط ضروري تعمل حاجه مهمه جدا، انك تشوف الشخص بيتنفس طبيعي ولا لا. لو بيتنفس طبيعي حطه في مكان امن وخلي عينك عليه، لكن لو مش بيتنفس طبيعي لازم تفكر ان هي ممكن تكون في مشكله في القلب، ففورا هتتاكد ان الاسعاف جايه في الطريق وتبدا حاجه اسمها انعاش قلبي رئوي. لازم فورا تعمل زي الصوره دي. عاده في الافلام بيركزوا ان هم يطلعوا الميه من بق الغريق، بس في الحقيقه مش دي اهم حاجه. الاهم انك تكمل خطوات انعاش القلب الرئوي لغايه ما الاسعاف تيجي. ومهم جدا بعد ما يفوق لو انت لاحظت ان عنده كحه مستمره او صعوبه في التنفس او الم في الصدر او وشه مزرق او قيء مستمر، انك ما تستناش الاعراض دي تروح، لازم فورا يتعرض على دكتور عشان يتعمل له تقييم طبي شامل. فبهدوء اعصاب وبروتوكول منظم ممكن تكون سبب ان حد يرجع بيته. ده كان فيديو جديد من دقيقه طوارئ، اعمل فولو واستنى الفيديو اللي جاي.